السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمها شيماء، عندها 25 سنة، من المرج. بتشتغل في إحدى المصالح الحكومية، بتشتغل موظفة يعني. وهو نفس الكلام، جوزها موظف عنده 47 سنة، وهي عندها 25 سنة. في فرق في السن كبير، يعني 22 سنة فرق طبعا أكيد كبير. ولكن تعالوا نشوف هنا إيه اللي حصل. هما الاتنين عندهم 3 أولاد، والحياة ماشية عادي، مفيش مشاكل. هي ليها أخ عنده ميكروباص، والراجل دوت يعني هو أخوها بيشغل معاه واحد شاب اسمه أحمد. الشاب ده عنده 30 سنة، وأحمد ده بيشتغل على الميكروباص بتاع أخوها. الاتنين يعني بيغيروا الوردية عليهم. فاللي بيحصل إن هي بتتصل بأخوها، أخوها يبعت لها الميكروباص علشان خاطر يوصلها الشغل، يجيبها من الشغل. وجوزها كان مرحب بالموضوع ده على أساس يعني إن في وسيلة مواصلات تريحها هي والعيال، إذا كانت هتوديهم المدرسة، هتجيبهم من المدرسة، هتروح مشوار، ففي عندها وسيلة مواصلات سهلة اللي هي الميكروباص بتاع أخوها. فكانت هنا تتصل بأخوها، يبعت لها أحمد، وبعد كده طبعا لما اتعرفت على أحمد بقت تتصل بأحمد على طول. حصل ان هما الاتنين، هي واحمد، حصل تجاوب بينهم، هما الاتنين حبوا بعض وعشقوا بعض. وطبعا الحب بقى لما بيولع في الذرة هنا بيبدأ بقى كل واحد يحكي للتاني وعن مساوئ التاني، وان هو عايش ازاي، وان مراتي مغلباني، وهي نفس الكلام تقول لك في فرق سن كبير اهو احنا الاتنين، وانا مش مرتاحه معاه. والكلام اللي بيحصل ده طبعا اللي هو بيؤدي في الاخر الى يعني انتوا عارفين اللي بيحصل ايه في الاخر. المهم هما الاتنين حبوا بعض، ولكن طبعا هنا بقى لما الحب ولع بينهم، عايزين بقى ان هما يرتقوا بقى لقاء الأحبة. وعايزين بقى ان هما، حضراتكم فاهمين بقى، ان هما يعني الجسد في الجسد. فهنا طبعا هو لا عنده شقة، وهي نفس الكلام، ما ينفعش ان هي تجيبه شقتها، لان الشقة بتاعتها اللي هي قاعدة فيها يعني بيت عيلة. تحت ساكن تحتيها اخت جوزها، وفوق اخت جوزها، والدور التاني اللي تحتيه عندك حماتها. فطبعا ما ينفعش ان هي تجيب الراجل في البيت، هي عايزاه، وهي عايزه تجيبه يعني في لقاء بينهم هما الاتنين، مش عارفه تعمل ايه، تتصرف ازاي. وهو نفس الكلام. ففكرت تفكير يعني اقول ايه، بس تفكير شيطاني. آه قالت لجوزها ان ليها واحده صاحبتها اسمها ام خالد، وام خالد ديت معاها في الشغل، وهي يعني خالصه ما بتتكلمش، على اساس يعني ان هي بتشتغل عامله عندهم في الشغل، وان في خلاف بينها وبين جوزها، وهي مش عارفه تروح فين. فانا هجيبها تقعد عندي هنا اسبوع، ايه رايك وكده؟ فقال لها ما فيش اي مشاكل، عادي خالص. قالت طيب. قال لها ما فيش مشاكل، عادي خالص. جات ام خالد. ام خالد بقى المنقبه، منتقبه بسم الله ما شاء الله عليها. مين بقى هي ام خالد؟ اللي هو عشيقها احمد. لا اله الا الله. لبسته نقاب، وجابته عندها البيت، وسميته ام خالد، وعملته خالصة. كل ده علشان خاطر ايه؟ هو طبعا ما يقدرش ان هو يتكلم معاها. لما يجي يتكلم معاها هي هتشاور له. فهنا الراجل طبعا على اساس ان في واحده عنده هتقعد عنده في الشقه، فقال لها لا انت يا ستي اقعدي في اوضه النوم اللي انا بتاعتنا انتوا الاثنين الاسبوع اللي هي قاعده فيه، وانا هخش جوه انام مع الاولاد جوه في اوضه الاطفال. وحصل حقيقي، بقت تاخد عشيقها في اوضه النوم. يعني ده انت خير ما فعلت. هي بتقول في عقلها بقى خير ما فعلت، انت فضيت لي اوضه النوم. وهو يروح ينام في اوضه الاطفال، وينزل الشغل، وهي تقعد مع ام خالد في الشقه. تغيب من الشغل يوم، ينزلوا هما الاتنين، يطلعوا هما الاتنين. وقضى معاها 10 ايام كمان، مش اسبوع. لغايه ما حصل بقى ان جوزها هنا يعني طلبها للعلاقه بالليل. فدخلت لجوزها. هنا بقى احمد، اللي هو ام خالد، اللي عايش معاهم في الشقه، سمع العلاقه بتحصل بينهم هما الاتنين. يعمل ايه؟ راح داخل عليهم اوضه النوم، وقال لها انت بتخونيني، انت بتخونيني مع جوزك. تخيلوا بقى، العشيق بيقول لها انت بتخونيني مع جوزك للدرجه ديت. طبعا هو هنا كان داخل عليهم كمان بآلة حادة، وخلص على جوزها وموته. تخيلوا. وهنا طبعا هما الاتنين
خدوا الجثة وحبوا إن هم يروحوا الشغل بتاعه ويحطوا الجثة في المخزن، بحيث إن يقولوا إن هو إيه، حد كبس عليه في المخزن بالليل حرامية وقتلوه وهربوا. لكن لقوا على الإدارة في الإدارة اللي هو شغال فيها في 2 غُفَرة، فعملوا إيه، خدوه ورموه في مكان بعيد متطرف، تمام، بعيد عن المناطق اللي هي الزحمة، منطقة تكون يعني شبه صحرا. ولكن الناس بعد كده لما طلع النهار شافوه، بلغوا الأجهزة الأمنية، وطبعا عن طريق طبعا الكاميرات قدروا يتتبعوا إن مين اللي جابه هنا في المكان دوت، لغاية ما وصلوا للزوجة وللعشيق، وتم القبض على الزوجة وعلى عشيقها. وده كله آخرة الحرام. اللي بيعمل حرام واللي بيعمل جريمة لازم في الآخر بيبقى فيه هنا العدالة الإلهية بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. هنقول إيه غير لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.